إليك قصة فلسفية عن الشك من عالم الفيزياء، وبطلها ألبرت أينشتاين. في أوائل القرن العشرين كان الاعتقاد السائد أن الزمن والمكان ثابتان كما وصفهما نيوتن، لكن أينشتاين لم يكن مقتنعا. أينشتاين بدأ يشك في فكرة الزمن المطلق. هل يمكن أن يكون الزمن نسبياً؟ ذا الشك كان تحدياً لأسس الفيزياء الكلاسيكية. أينشتاين لاحظ أن قوانين الكهرباء والمغناطيسية لا تتفق مع فكرة الزمن المطلق. في عام 1905 نشر أينشتاين نظريته النسبية الخاصة وقال: الزمن يعتمد على سرعة المراقب. هذا يعني أن شخصاً يسافر بسرعة قريبة من سرعة الضوء سيختبر الزمن بشكل مختلف. هذه الفكرة قلبت الفيزياء رأساً على عقب. الشك الذي بدأه أينشتاين قاد إلى ثورة علمية.